لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. أعربت المديرية العامة للأمن الوطني عن رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشهورة بالتجاوز. وأكدت المديرية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 4 يوليو حرصها على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية. كما أعربت عن رفضها في المقابل توجيه للتهم ونشر الادعاءات على ضوء وثيقة جزئية وغير رسمية لم تعرض على مصالح الأمن الوطني بالقنوات الرسمية ليتسنى الرد على ما جاء فيها. وأكدت المديرية أنها ستجيب على جميع الادعاءات التي وردت في تلك الوثيقة حال توصلها بها رسميا من الجهات التي أعدتها أو صدرت عنها، من منطلق احترامها التام للقانون وتفاعلها الإيجابي مع خلاصات وتوصيات المؤسسات الدستورية المعنية، وأيضا من منظور أن تلك الادعاءات غير الرسمية أسست استنتاجاتها الطبية وغير الطبية على إفادات وشهادات لأطراف محددة دون استقراء وجهة نظر باقي المتدخلين المؤسساتيين والرسميين. كما أعربت المديرية عن أسافها البالغ للتوظيف المتسرع والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة، والذي تطبع في كثير من الحالات بالطابع السياسي خصوصا من بعض الجهات الأجنبية، وذلك بشكل يسيء إلى جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان. وبعد أن أقرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن القول بثبوت التعذيب باعتباره فعلا مجرما يقع تحت طائلة القانون يندرج ضمن ولاية السلطات القضائية المختصة بما توفر لها من قناعات وجدانية ومن خبرات طبية وإفادات وشهادات ومعاينات ومشاهدات مثقفة، وهي مسألة لم تتوفر في هذه الوثيقة المسربة التي تعوزها الصفة. أيضا شددت في المقابل على التزامها وتقيدها الصريح بالنتائج والخلاصات الرسمية وحدها دون غيرها من التسريبات التي تقتضي ممن يفترض فيه إعدادها إجراء بحث دقيق لتحديد الظروف وملابسات نشرها دون استيفائها للمساطر والشكليات المقررة قانونا. Audio Jungle. Audio Jungle. أوضح دفاع ناصر الزفزافي قائد الحراك الميداني للريف أن التقرير الطبي الذي أشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتضمن تعرضه لأضرار وإصابات وردود، موضحا أن هيئة الدفاع عن معتقل الريف تستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد الاطلاع ودراسة التقرير. وأفاد سعيد بن حماني من هيئة الدفاع معتقل حراك الريف أن الفحص الطبي حدد نوع الإصابات التي تعرض لها الزفزافي ورفاقه وحجمها ومدة العجز، مفصلا طبيعة الإصابات ومدى عمقها. وأوضح أن ذلك يترتب عليه آثار قانونية والدفع ببطلان الإجراءات المصاحبة للفعل. وأضاف بن حماني أنه إذا ثبت تورط أشخاص معينين في الإصابات التي تعرض
لها المعتقلون فإنهم سيتعرضون للعقوبات الزجرية. وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تثبت أن ما تعرض له الزفزافي ورفاقه أثناء التحقيق معه ووضع شكاية ضدهم لمعاقباتهم طبقا للقانون، وهو ما سيتبين بعد الاطلاع على التقرير بالتفصيل. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أجرى تقريرا طبيا حول 36 متابعا على خلفية حراك الريف بين سجناء الدار البيضاء والحسيمة، وواحد في حالة سراح، وهي الفحوصات التي أشرف عليها البروفيسور هشام بن يعيش رئيس معهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وكذلك عبد الله دامي طبيب شرعي بالمعهد نفسه. Audio Jungle. Audio Jungle. في خروج صحفي نادر المستشار ملكي، قال عباس الجراري مستشار الملك محمد السادس في حوار له مع جريدة الصباح منشور في عددها ليوم 32 يوليوز 2017 إنه لا يعقل أن تتخلى الحكومة والمؤسسات عن مسؤولياتها ليتم الزج بالملك في الأزمات حسب تعبيره، مؤكدا أن الكل ينتظر تدخل الملك وهذا ليس هو الحل منذ البداية. وأضاف الجراري أن الجميع يتفرج على ما يجري أو يذكون نيران الفتنة أكثر مما هي متقدة. لقد وصلنا إلى طريق يكاد يكون مسدودا بعد أن فشلت المؤسسات المنوط بها حل المشكل في تدبير الأزمة والوصول بها إلى بر الأمان. وتساءل المستشار الجراري أين هي الحكومة من كل هذا؟ وأين هي الأحزاب والمؤسسات التي تصرف عليها الملايير؟ عباس الجراري اعتبر في حواره الصحفي أن تصرف الأحزاب والحكومة والمؤسسات بإسناد كل شيء إلى الملك بحق أو بباطل يضعه في موقف حرج، مشددا أنه على الجميع أن يتحمل مسؤوليته لا أن يلقي كل طرف المسؤولية على الآخر. ونتمنى أن تتغلب الحكمة في الأخير، لأن المغرب يبدو وكأنه فقد حكمائه، وبعد أن ركن مثقفوه إلى الصمت أو انسحبوا فيما اختار الآخر التفرج بسخرية أو استهزاء على ما يجري. وفي جوابه على سؤال حول تقديره لأسباب حراك الريف، قال الجراري إنه من المؤكد أن هناك أسبابا موضوعية وجيهة لهذا الحراك، مضيفا أن منطقة الريف بحكم تاريخها النضال منذ زمن الخطابي تشكل فيها رصيد من الاعتزاز بأن لهذه المنطقة دور في النضال من أجل الوطن، واعتبر نتيجة لهذا تدخل خصوم المغرب لاستغلال هذه الوجهة النضالية المشرفة من أجل توجيه بؤرة الاحتقان نحو زرع مجموعة من الأفكار الهدامة التي تسير بالبلاد نحو الهاوية. وأضاف مستشار الملك أن هناك من يريد تشويه التاريخ النضالي للمنطقة ويريد أن تعاقب عليه. فعلا أهل الريف عوقبوا سابقا بشيء من الإهمال، ظل يتضخم ويتفاقم حتى وصلنا لما وصلنا إليه. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.